إذا سكبت مشروبا أزرق داخل بطيخة، هل سيتغير لونها فعلا؟ دعونا نكتشف الحقيقة. أخذنا بطيخة طازجة ووضعناها على لوح خشبي حتى لا تتسخ الطاولة، ثم استخدمنا سكينا لفتح ثقب فيها ليكون من السهل سكب المشروب الأزرق بداخلها. أزلنا الجزء المقطوع والثقب أصبح جاهزا. الآن نحتاج لمشروب أزرق. ذهبنا إلى المتجر لنبحث عن مشروب لونه أزرق بالكامل، وبمجرد أن وجدناه اشتريناه وعدنا لنكمل التجربة. في المنزل فتحنا الزجاجة وسكبنا السائل داخل البطيخة، والآن ننتظر لنرى هل ستتحول البطيخة فعلا إلى اللون الأزرق؟ لكن قبل أن تكتشف النتيجة، على جهة هناك أمك، وعلى الجهة الأخرى هناك $1,000,000. إذا اخترت أمك، اضغط إعجاب على هذا الفيديو فوراً، واشترك واكتب في التعليقات إيموجي قلب، وبعدها اضغط على زر الريماكس واستخدم هذا الصوت. سترى سحراً لا يصدق. فهل تحولت البطيخة فعلاً إلى اللون الأزرق؟ اكتب في التعليقات ما رأيك، والنتيجة سنكشفها في الفيديو القادم.